بص مين جاي يتنطط وفاكر نفسه البطل اللي هينقذ الكل. سيبها يا جابلن. ما انا ناوي اسيبها، بس قلت اديك اختيار صغير، يا تسيب الست اللي بتحبها تقع وتموت، او عيال من نيويورك الاعداديه بنين. مش هتقدر تنقذ الاتنين قبل ما يقعوا في الميه، يعني لازم تختار هتنقذ مين. دلوقتي الاختيار بقى في ايدك، يلا يا بطل خد قرارك. وليه ما ترميش الاتنين؟ بتقول ايه؟ شكل كلامي مش واضح، انت تقدر تنقذ حد فيهم؟ لا انا فاهم، انت عايز ننقذ واحد بس، الصراحه انا موافق الاتنين يبلبطوا مع بعض. انت شكلك مش فاهم، زي ما تكون مش عايز تنقذهم. بالظبط انا مش عايز، بصراحه انا عايز اشوفهم بيقعوا. ايه؟ عايز اشوفهم بيعملوا تش. ثانية، انت مش بتهزر؟ بس دي مش طبيعتك خالص. بجد؟ طب ايه رايك لو ده الطبيعي بتاعي؟ انا زهقت من ان اضحي بكل حاجه عشان انقذ الناس دي وفي الاخر محدش بيقدر. ايه رايك لو قررت اتفرج واسيب المدينه بنتي تاكل نفسها بنفسها عشان كل واحد فيها يعرف قد ايه هم محتاجيني؟ انت طلبت مني اختار يا جابلن، طيب انا اخترت الفوضى. ده انت لاسع اكتر مني، انا فقدت الشغف في الشر اللي بقدمه. لحظه استنى، انا عايز اخلي الموضوع اروش. ازيك يا صاحبي، اسمك ايه؟ اسمي عبدو، بيدلعوني يا بود. قشطه. طيب انا هرمي الزنج في نفس الوقت اللي هترمي فيه اللي معاك. ايه؟ لا، عبده ملوش ذنب. شوف احنا هنرميهم مع بعض. استنى يا عبده، انا هنقذك. طب ما تلحقوني. بجد؟ طب ازاي هتنقذ عبده الزنج وديك مليانه؟ استنى، لا مستحيل. انت لازم تختار، تنقذهم ولا تنقذ الزنجي. ابوس ايدك، اختارنا انا. يا متوحش. يلا يا بطل خد قرارك، يلا اختار. حقك مش هيضيع يا عبده.